السلام عليكم. هو لو فهرسة جوجل كونسول كأشرفة واندكس الموقع وقفت رغم ان عملنا حلول كتير وغيرنا الهوست وبتشتغل شوية وتقف، ممكن حد يقول لي اعمل ايه كحلول سريعة؟ هو الإجابة على السؤال ده هي بالفعل موجودة في السؤال. ان الهوست او السيرفر يكون مش مستقر، فده واحد من اكتر الاسباب اللي بتعمل مشاكل في الموقع، وواحد من اكتر الاسباب اللي بتؤدي لمشاكل في الكراولنج بمرور الوقت. البوتس اكتر حاجة بتكرهها ان هم يجوا لاحد المواقع ويلاحظوا ان الموقع ده مش شغال، ومع استمرار الموضوع ده بمرور الوقت اكتر من اللازم الكراولنج بيبدا يقل 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 لحد ما بنبدا نواجه مشاكل. فبالتالي اول حل في السيناريو ده ان انا اتاكد ان الكراولنج عندي سليم بنسبه 100%. مع العلم انا كنت نزلت فيديو على اليوتيوب قبل كده بتكلم فيه عن الكراولنج، وكان تقريبا طويل شويه 40 دقيقه الى ساعه تقريبا على ما اتذكر. ممكن نرجع له، كان موجود فيه معلومات كافيه عن الموضوع ده. ولكن في نطاق الاجابه على السؤال اللي بنتكلم عليه دلوقتي، فهو حل مشاكل الارشفه اصلا يعتبر اول حل للمشكله ممكن نعمله. مع العلم ودي حاجه مهمه جدا، وهو ان مشاكل الارشفه مش ممكن تكون بس بسبب ان السيرفر بيقف في اجابه السؤال بتاعنا. يعني عندنا مشاكل في الكونتنت، مشاكل كتيره موجوده تانية، ولكن من السؤال ده باين ان المشكله موجوده في السيرفر. ولو عندك اي سؤال وحابب نجاوب عليه تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لاكتر من 15000 عضو على ادفانسد ديجيتال ماركتنج كوميونتي.